السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو يا جماعة؟ شلون صحتكم يا جماعة؟ اليوم راح أحكي لكم قصة ليش بطلت من الشغل اللي سويت عنه 3 أجزاء، وإنه دورت على شغل سويت عنه 3 أجزاء بالأخير بطلت منه. خلينا نبدأ حلقة. يا جماعة مثل ما بتعرفوا أنا سويت فيديو 3 أجزاء، رح لكم رابطهم بالوصف، شوفوهم، بتمنى تشوفوهم. ايش كان اسمه؟ كنت عم بدور فيهم على شغل، وبالأخير لقيت هذا الشغل اللي كنت عم بشتغل فيه. هذا الشغل كان يعني بالساعة 10، عفوا من الساعة 9 للساعة 9، وأحيانا كان نضل 9:30. طبعا ما راح أدخل بتفاصيل كتير لأحكي ليش بطلت بالأخير. جينا عم نشتغل، أساس إنه أنا إجي أشتغل نيك عالجلي، ما فيني كتير جلي يعني. بدي أشتغل على إنه أفرم شوية سلطات، تفرم 4-5 خسات وهيك يعني. قلنا له تمام. بالأول إيش دي يوديني ويجيبني على أساس بالموتور، بس عفوا دي يوديني بالموتور، أنا بس بجي لأن لازم مو بطلع بالتأخير. مالي تمام. أنت قلت له تمام. بعدين ما صار يوديني، قلت ما في مشكلة. جينا عم نشتغل في ولد أصغر مني بسنة، ما بعرف سنتين هنيك عم نشتغل. يدخل قال أعطيني هاي، خذ. ما خرج، قال أنا بركي طبق. قال جايب معي هيك صحن فيه زيت، إنه بدي أعبي له بالتنكة زيت. قلت له عبي. قال بركي طب من إيدي. قلت له عبي أنا، وقلت له بركي أنا كمان طب من إيدي. من عبي. قال لي إيش كان؟ راح قال له يا مدير، قال لي خلاص هو طلب منك شغلة عبي له. إيش يعني؟ نحن بدنا نجاكر بعض نحن. طلعت فيه هيك، قلت له ماشي. بعد يومين 3 اللي بس دخل طلب ملح، قلت له خذ. ايدي مي كان. اجا المدير، هو بس هو اجا طلب شغلة حطوه بسرعة وما عرف شو برغايات. المهم طبعا هي أول مرة بحكي فيها قصة. ما بعرف إذا إيش كان اسمه كويس تصوير أو شي. من صار لي دقيقتين عم بصور، أتمنى يطلع شوي فيديو، يعني شغلة 10 دقايق ما أكتر. هلا نفس الوقت اللي أنا عم بصور فيه عم بصور فيديو تاني، قصة ليش تايتلت أنا وعمر. بجوز ينزل هذا الفيديو قبل، بجوز ينزل الفيديو ليش تايتلت أنا وعمر قبل، ما بعرف. أنا هو ببلش فيه، أنا ببلش فيه مونتاج، أنا هو بخلصه أول قبل، ما بعرف. فخلينا نكمل قصتنا. إني صار توجعني يا جماعة. اللي عم بسأل أنا ليش حاطط سماعات، إيش كان اسمه، مشان الصوت يوصل أوضح. يا جماعة بتمنى الليد هيك يكون حلو، عقبال عم بظبط هيك محل تصوير. أول مرة أوريكم الليد لسه. بس شغلته، ما أورجيكم الليد لأني مكانه كتير غلط. المهم بتمنى الصوت ما يطلع هدول تبع التليفون. المهم اجى لعندي، لا ايش بطلب هو أعطيه. طلعت فيه هيك وإنه عم بعيط وهيك، طلعت فيه هيك. قلت له ماشي، حتى ما رديت عليه. بعدين في محل رفيق بشتغل فيه، قال لي إنه تعا وما أعرف شو. رحت لهنيك أزور رفيق يعني، وأشوف إيش بده. إنه تعا اشتغل وهيك عمل لي. رحت قال لي تعا بعطيك مثل ما بيعطيه إيش كان اسمه هو، بس هون هذا المحل أقرب لي. يعني هنيك بدي أركب باص أضل للعشرة ما بيجي. هون عبالي لي من 11 ل10 دقيقتين بالمشي بوصل هنيك. بنصرف بروح من 9 ل9، يعني 12 ساعة. وقيمت برجع على البيت بال10، يعني تقريبا نفس الشي، وبس هون عم بشتغل 11 ساعة. قال لي هنيك بس على السلطة اشتغل. قلت له تمام، شو تعطيني؟ قال لي 700 مثل ما بيعطيك ايش كان اسمه هذا اللي عم بشتغل عنده. قال لي انه انت ما بتعرف شيء كتير وهيك، بس خلص بعطيك لاني انا بحبك وما اعرف شو برك هيك يحكي.
قلنا له تمام. قلت له بدي أحكي مع الزلمة اللي أنا عم بشتغل عنده مشان اللي عنده مصاري مثل ما بتعرفوا. وقتها عاف عنده 300 ليرة، عفوا اجت 3 أيام مشان إذا بطلت بدون ما أقول له يعني. قال لي تمام ما في مشكلة. رحت حكيت معه. في هون بهالأثناء اجت وحدة اشتغلت معنا قبل ما أبطل بنفس اليوم. ثواني بس. قبل ما أبطل اشتغلت وحدة معنا. هاي الوحدة قلت له أنا بدي أبطل وهيك. قلت له للمدير صاحب المطعم. قال لي اللي بحبني ما بتركني. قلت تمام. المهم بالأخير حكيت له أنا ما خرج أزود لك، وإذا بدك تبطل بطل يعني. قلت له ما في مشكلة. وأنا شرط له إنه عم باخد 1000 ليرة. قلت إذا زود لي ما في مشكلة، إذا ما زود لي خلاص ببطل. يعني هيك أحسن لي. المهم رحت بطلت يعني أشتغل عند هذا الله حاليا. هي المرة أول بطلت من عنده لأني كتير متعب الشغلة هي. يعني ما عاد تشتغل مثلا أنا هنيك بهالمحل اللي عم بشتغل فيه عم بشتغل مثلا على إيش اسمه هذا السلطة. خلاص بس بشتغل سلطة، ما بشتغل والله هنيك عم بشتغل على الجلي. بفرم سلطة، بفرم خس، عفوا بفرم سلطة، بفرم خاص بفرم سلطة ايه بس. واسوي لحم بعجين. انا صرت اسوي لحم بعجين بالاخير، اخلطهم هو بس يحط البهارات ايه. بعدين صرت انا كمان افتح لحم بعجين عجين يعني. بعدين اطلع اشتغل قرصون هون بس. ايش كان اسمه معروف هون انا قرصون، بشتغل قرصون. انا ابو سلطة بشتغل بالسلطة. فهي المرة يومين عم تقلي بطلت حولت شغل. سألت لمعلمي عم بشتغل عنده قال لي لازمنا لهون. اجت حكوا مع بعض تركيا طبعا. المرة هو المحل انا عم بشتغل فيه تركي. المهم فهلا بكرة تجي تداوم المرة، تجي تداوم بدالي على الباكيت، عفوا على السلطة، وانا اطلع على الباكيت التاني. بدي اطلع هلا اليوم جمعة. ايش كان اسمه اليوم ده سعدة، وبكرة بدي اشتغل بعطل قصدي أحد ايه بس. ايه والتنين انا بدي انزل على الباكيت في واحد ولد تركي يعني دايما بتقاتل معه هنيك يعني. مرة يعني ايش كان اسمه بطلت قال لي تعا وخلاص ما عارف شو. مع انه ما صار 3-4 اسابيع بشتغل عليه، بس بطلت من عنده والله. ليش انت ما بعرف ايش صار. تقتلنا وبطلت. قال لي خلص وتعا ما بحسن حدا يسوي لك شي وما بعرف ايش. ما بعرف بكره لاشوف بجوز ابطل بجوز لا كمان ما بعرف. بتمنى يكون عجبتكم القصة. لا تنسوا تحطوا لايك. هيك انا فيديوهاتي 3/4 ما بدها مونتاج تقريبا، ما بحط لها مونتاج بس بقص يعني اللقطات الزايدة. ومنيح طلع الفيديو قصير شوي. بتمنى عجبتكم القصة. وانتظرونا بقصة ليش تتت أنا وعمر. بجوز أنا نزل هديك نزلة قبل، بجوز هي نزلة ما بعرف. فاللي ما راح شاف الفيديو الماضي، أنا وعمر عفوا أنا وأخوي رحنا على عسكي حصار. قلت فيه إذا بتوصلوني 10 لايكات بدي أعزمه مثل عزيمة رفيع عمر. لا صحيح نحن متقاتلين شو العزمة. المهم فلا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب وتروحوا تشوفوا فيديو خرافي جدا. احنا فيه على البحر، عسكي حصار فيه على البحر يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.